السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في القناة. الفيديو ديال هذا النهار جبت لكم واحد الغريبة اللي اقتصادية ومكوناتها متواجدة في كل بيت، ودغيا كتوجد وكتجي زوينة لا في الشكل لا في المذاق. شوفوا معايا كيفاش كتجي مرملة. نتوما شوفوا معايا. إذا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايك ومن التعليق. ندوزو المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمقادير، عندي كاس ديال السكر سنيدة، وعندي كاس ديال الزيت، وعندي كاس الا ربع ديال الكوك النوعيه الممتازه، عندي 125 غرام ديال الزبده اللي هي نص علبه، وعندي 2 اكياس من الخميره ديال الحلوى، وكيس من سكر الفاني. الدقيق الابيض الخاص بالحلويات النوعيه الممتازه. هنايا انا يعني من 400 غرام حتى ل 500 غرام، كيبقى دائما الدقيق على حسب الخليط. هنايا خديت الاناء، درت واحد القريصه ديال الملحه، وهنايا غادي ناخذ 125 غرام ديال الزبده اللي هي نصف علبه. كيف كتشوفوا معايا انا خدمت بهاد الزبده هذه ديال العلب. كيف يمكن لكم تخدموا بالزبده مارغرين، غير هي غادي تزيدوا واحد نص كاس ديال الزيت، حيت كي كتعرفوا الزبده مارغرين كتكون شويه هي ما ميدوماش بزاف بحال الزبده ديال العلب. انا هنايا خدمت بالزبده ديال العلبه، درت غير كاس ديال الزيت. انا وريتكم خديت غير ربع ديالها، النصف ديالها. وهنايا غادي نزيد كيس سكر فاني اللي كيتواتى الفاني كيتواتى المذاق ديالو مع الكوك. كيف يمكن لكم ديروا قشره ديال الليمون الحامض حتى هو كيتواتى مع الكوك، او قشره ديال البرتقال. خدموا بداكشي اللي متوفر عندكم. بالنسبه هنايا انا للسنيده خديت ديك النوعيه الرقيقه. الا كانت عندكم شويه سنيده غليظه دوزوها شويه، طحنوها شويه. هنايا غادي نخدم الخليط ديال الزبده والسكر مزيان حتى كنحصل على بوماد، وكنحس بداك السكر داب ليا هكايا في يديا. هانتوما خدمت السكر والزبده مزيان. هنايا غادي نزيد داك الكاس ديال الزيت، يعني دائما القياس ديال الكاس بقياس كاس العنبه، والكاس اللي كنعبروا به السكر والزيت كنعبروا به جميع المكونات دائما. هنا غادي نخدم الخليط ديالي مزيان حتى كيندمج ليا الزيت مع الزبده والسكر، كترجع عندي على هذا الشكل هذا كريمه. دائما الحلوى كنضيفوا مكون وحنا كنخدموا. كيف يمكن لكم هذا الخليط الا بغيتو دوزوه في الهاشوار، تجمعوا كلشي وتخدموه في الهاشوار. صافي هنايا بعد ما ندمج الخليط ديالي كي كتشوفوا معايا، غادي نزيد 2 اكياس من الخميره د الحلوى، وغادي نزيد داك كاس لاروب ديال الكوك. والكوك كيكون ديك النوعيه المزيانه، كوك سبيسيال اللي مني هكايا كنقيسوه بين يدينا كيطلق لينا الزيت، باش غتجيكم هاد الغريبه ديالكم يجيكم المذاق ديالها زوين. صافي هنايا درت 2 اكياس ديال الخميره وزدت الكوك، وغادي نخدم الخليط ديالي مزيان. عاد غادي نبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه، وانا كنجمع في العجينه ديالي. دائما الدقيق الفورس الخاص بالحلويات انا غربلته من قبل. دائما الدقيق بالنسبه للحلوى او الكيك دائما خاصو يكون مغربل. هنا انا غربلته قبل. صافي غادي نبدا نجمع في الحلوى ديالي على هذا الشكل هذا. دائما الدقيق ما كنديروش دفعه واحده، كنضيفوه بشويه بشويه، وحنا كنجمعو غير برؤوس الاصابع كي كتشوفوا معايا. بالنسبه انا راني كنخدم هكايا الحلوى ومشعله الفران، يعني شعلت الفران من قبل، خاصو يكون سخون. كي كتعرفوا الغريبه الا بغيتوها تشقق لكم خاص يكون الفران سخون من قبل. منين بديت كندير هاد الحلوى راني مشعله الفران وبديت كنصايب الحلوى ديالي. صافي هنايا كي كتشوفوا معايا كنضيف الدقيق بشويه بشويه وانا كنجمع العجينه ديالي. ما تزعموش دائما في الدقيق. هنايا بعد ما جمعت العجينه ديالي دائما كنقيسها باليد، اللي ما عنديش اللي ما قصتش بها العجينه كنلقاها رطبه وما كتلصقش معايا. صافي هنا العجينه ديالي راها واجده، يعني حصلت على القوام المطلوب.
صافي هنايا مباشره غادي ندوز باش غادي نشكلها معاكم. هنايا خديت السكر كلاصي سبيسيال، ها هو راه وريتكم النوعيه ديالو. خديت هذا صافي. هنايا غادي نبدا نشكل كويرات. بالنسبه للغريبه يعني كان هكايا قد ما كان الحجم ديالها شويه كبير كتجي الغريبه ديالنا زوينه. هنا انايا خدمت غير عيني ميزاني، يعني خديت هكايا كورت العجين ديالي. بالنسبه لهذا القياس هذا خرج ليا 24 حلوه، يعني تبارك الله. يعني حيت راني خدمت غير ب 125، غير بالنصف ديال المقادير، ويعني راه خرج ليا طبسيل. نتوما الا بغيتوا هاد الحلوه اكثر يعني ضاعفوا المقادير باش تخرج لكم اكثر. هنايا خديت اللاطه اللي كتدخل الفران وفرشت ليها ورق الزبده. من الاحسن تفرشوا ليها ورق الزبده لان الحلوه كندوزوها في السكر ثقيل غادي تلصق لكم في اللاطه. من الاحسن يعني الا عندكم الكاغط ديروه، الا ما عندكمش دهنوا شويه، دهنوا اللاطه ديالكم بشويه ديال الزيت ورشوها بالدقيق. صافي هنايا غادي نبدا ندوز الغريبه ديالي هكايا في السكر ثقيل كي كتشوفوا معايا، يعني ما كنكثرش ليها بزاف، هكا كندوزها كامله على هذا الشكل هذا. كنعاود نكورها بين يديا. صافي هنايا كنحطها مباعده، يعني ما كنحطوهاش متقاربه مع بعضياتها لان كتدخل الفران كتزيد كتشقق لينا باش ما تلصقش ليكم. بالنسبه للفران كي قلت لكم انا راه غير بديت الحلوه، يعني بديت شعلت الفران وبديت الحلوه كنصايب فيها. بالنسبه للفران راني مشعله على 200 درجه، دخلت الحلوه نزلت الحراره ل 180، انا مشعله عليه الفوق والتحت. واللاطه بالنسبه للغريبه يعني كتمقرباها للفوق، يعني مقرباها للجهه الفوقانيه، يعني قريبه ليها النار. وبالنسبه اللي عنده الفران ديال الغاز يعني راكم عارفين الطياب ديال البهله عادي كديروا ليها العافيه من الفوق حتى كتشقق لكم، عاد كطيبوها من التحت. وهنايا بعد ما طابت الغريبه ديالي كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي محمره وكتجي زوينه. هانتوما شوفوا معايا عن قرب كيفاش كتجي، غير جربوها. كي قلت لكم اقتصاديه والمذاق ديالها زوين بزاف، فيها المذاق ديال الكوك وكتجي مشقه. الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايك ومن التعليق، والى فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.